السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا في هذا الفيديو الجديد. اليوم كنت كنتصفح تيك توك، وبالصدفة لقيت واحد الوفاة ديال واحد تيك توكر اللي هو يا شريف نصار. هو تيك توكر مصري، واللي اثار الاستغراب ديالي هو السبب ديال الوفاة ديال هاد التيك توكر اللي هو يعني التنمر من قبل يعني الناس اللي شافوا الفيديوهات ديالو، يعني بعض المتابعين اللي يعني تنمروا على هاد التيك توكر. وهذا الشيء سبب ليه يعني ضغط نفسي، مما اثار يعني كانت العواقب ديالو هو ازمه يعني قلبيه اللي يعني توفى على اثر ديالها. ويعني كل شيء دابا الان كيتحدث على هاد التيك توكر. اللي بغيت نتكلم عليه يعني انه اياكم وجبروا وكسروا الخواطر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لم تستطع أول خير فلتصمت، إما قل خيرا أو اصمت. هذا هو الحديث الصحيح ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان إما يقول خير أو يصمت، ما يجرحش الناس، لأن كسر الخواطر راه صعيب. الان هذا التيك توكر هو رحمه الله عليه، يعني كنطلب الله سبحانه وتعالى له الرحمه والمغفره. غادي نخلي لكم مع الصوره ديالو تشوفوه وتشوفوا يعني اخر ما قال تيك توكر، يعني تقريبا نهار 20 في شهر 4، يعني تقريبا اسبوع دابا الان من هذا اخر فيديو التيك توكر. ويفوض امره لله سبحانه وتعالى بعد ما يعني اذوه الناس، يعني حز في النفس ديالو داك التنمر بزاف. السبب ديال هاد التيك توكر هو انه اخر فيديو كان قال يعني بانه هو جا شويه من جهه النساء، يعني باش يراعيو يعني الرجال شويه للنساء، وبانها يعني يعني هو جا من شويه من جهه المراه، ماشي مشكل. اذا هذا لا داعي باش الانسان يتنمر على شخص اخر ويدير واحد الحمله تشهير يعني علاش هذا الشيء كله؟ علاش هذا الحسد كله، هاد الضغينه كامله، هاد الحقد كله، وهذا الشيء كنلاحظوا انا حتى في يعني بعض الاحيان كندخل الكومونتيرات، احيانا كندخل نشوف كنا كنجلس على الكومونتيرات، ولكن كنشوف بان التنمر علاش؟ لماذا؟ اما قول كلمه طيبه او انسحب. الله يجازيكم بخير، لا تكسروا الخواطر. كاين احيانا حوايج اللي حنا كنقولوا بانهم راهم ساهلين، ولكن لا تحسبوه هينا وهو عند الله عظيم. راه الله سبحانه وتعالى يحصي كل شيء، احصاه الله ونسوه. الله يحصي كل شيء، وكل حاجه كتكتبها الا وتشهد عليها اصابعكم وتشهد عليها الالسن وتشهد عليها الاعين. اي شيء راه هو محصي عند الله سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده يعني بحساب. ونسال الله السلامه، والله يداوي القلوب ويشافينا ويعافينا من الغل والحسد ومن يعني كل حاجه اللي هي تضر الاخرين. ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى راه مغفور، ولكن بينك وبين العبد كيبقى الى يوم القيامه يحاج الشخص الاخر وكياخذ حقه منه. اذا نسال الله السلامه، والى فيديو لاحق. ولا كتبتوا شي كومونتير راعيوا مشاعر الاخرين، لان كلمه طيبه نصف كلمه راها تسعد الاخر. إن لم تستطع أن تسعده فكف يدك عنه، لأنها المسلم هو من سلم الناس من يده ولسانه. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا سألوه على المسلم قال: من سلم الناس من يده ولسانه. إذا جعلوا السلامة، الناس يسلموا من اليد ديالكم، من اللسان ديالكم، لأن حنا كنشوفوا بأنه ماشي سهل داكشي اللي كيتكتب. وخا غير كما قلت نصف كلمة ولا كلمة راها أحيانا يكون لها مجرى السيف، يكون لها يعني واحد الأثر اللي هو يا سلبي 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 على داك الشخص. لأن أحيانا واحد الشخص كيتسنى غير كلمة تشجيعية وانت كترجعوا للوراء. إذا هذا راه صعيب وصعيب بزاف، ونسأل الله السلامة. وحاولوا على الناس على المشاعر ديالهم. واستودعكم في يد الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.